يا سلام بقى على الفطار الجميل دوت، احلى فطار. النهارده هنعمل الكيكه التحفه ديت، هشه وجميله واسفنجيه وبمكونات اقتصاديه جدا. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم. حبي نفسك واهتمي بيها. يلا بسرعه كده نعمل الكيكه الجميله السريعه اللي مش هتاخد مننا وقت معانا كوبايه دقيق واحده وهندخلها. قبل ما نعمل حاجة طبعا احنا مسخنين الفرن مولعينه على اعلى درجة وقافلينه حتى علشان يسخن. هنبدأ نحط المواد الجافة بتاعنا. معانا ذرة من الملح، معانا معلقة صغيرة من البيكنج باودر. نقلب المكونات الصغيرة دي كده مع بعض ونركنهم على جنب. الخلاط معايا نص كوباية من اللبن، الكوب المعياري، عليهم نص من الكوباية من الزيت، وهنضيف كوباية من السكر، نفس الكوباية اللي عايرنا بيها الدقيق. بسم الله. وهنحط بيضاية واحدة بس، ورشة من الفانيليا، وهنضرب الكلام ده كله في الخلاط. هننزل الخليط كله كده على حبة دقيق. بسم الله. نقلب. هنبدأ نقلب كده لحد لما الدقيق كله يدخل في الخليط اللي احنا كنا عاملينه. حاجة كده سريعة وما خدتش مننا اي وقت. هنبدأ نجيب القالب بتاعنا كده ونحط فيه اي مادة دهنية ونعمله كده بالفرشة. نحط عليه حبة دقيق صغيرين كده عشان الكيكة ما تلزقش. افضل حاجة طبعا للكيكات الالومنيوم، اي حاجة تيفال مش بتمتص الحرارة في الفرن فبتطلعها مش مستوية. كده بطلنا القالب بتاعنا بالدقيق ده. ناخد كده معلقة من الخليط اللي احنا عملناه كده في اي كوباية، ننزل الخليط كله في القالب. بسم الله. فاكرين المعلقة اللي احنا خدناها اهي؟ هنبدأ نحط عليها معلقة كاكاو من الخام، نحط عليها حبة لبن صغيرين، معلقة من اللبن. نبدأ نحطها في النص. بسم الله. من نفس الكوباية بتاعت الكيكة، يعني من نفس العجينة بتاعت الكيكة خدنا منها معلقة وحطينا عليها معلقة من الكاكاو وعليها معلقة صغيرة برضو من اللبن. بعد ما حطينا الكاكاو بنبدأ كده بأي خلة بتاعت شيش طاووق ونعمل كده. تمام. ده بقى نخبطها كده عشان تتساوى. طبعا احنا مولعين الفرن على درجة حرارة 180. هنحطها في الرف اللي في النص ومش هنفتح عليها خالص غير بعد نص ساعة. الكيكة طلعت من الفرن، شايفين بقى الجمال؟ هي سخنة جدا. علشان تختبريها تحطي خلة، ما تطلعيها من الفرن هي بالظبط خدت نص ساعة. بتحطي الخلة كده عشان تختبريها
لو الخلة طلعت معاكي نضيفة كده خلاص، كده بتكوني استوت معاكي. ادام الخلة طلعت نضيفة بتبدأي تطفي عليها وتسيبيها لما تبرد وتقطعي. شايفين كده اوضح؟ كده لونها تحفة. هنسيبها بقى لما تبرد ونبدأ بقى نقطعها. هنبدأ كده نقطعها. بسم الله. بعد ما قطعنا الكيكة يلا نبص عليها من جوه بقى. شايفين شكلها عامل ازاي؟ جميلة تحفة وهشة وطرية جدا ولونها جميل. طعمها بقى ايه ما اقولكوش حكاية. هنعمل كوباية شاي بقى وهنرجع لكم تاني. عملنا كوباية الشاي بقى مع الكيكة التحفة ديت، واحلى فطار ممكن نقدمه لولادنا، وبالهنا والشفا. وبكده يكون الفيديو انتهى، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.